بعد شوية كورة بتطلع على الطريق علشان تطلب المساعدة، وفعلا وقفت أول عربية شافتها وحكت ليهم على اللي حصل، وفعلا الناس ساعدوها واتصلوا بالشرطة، والإسعاف جت وخدوا فرانك ونيكي على المستشفى. لكن نيكي كان خلاص مات. في المشهد اللي بعد كده بنشوف محقق شكله غريب جدا دخل على فرانك عشان يحجج معاه ويعرف ايه اللي حصل. وقتها المحقق لما شاف فرانك افتكر ان هو شافه قبل كده، وان هو حكم عليه اكتر من مرة، وفرانك مجرم قديم وليه سوابق كتيرة قبل كده. والمحقق وقتها كان شاكك فيهم هما الاتنين، وفضل يسأل كل واحد منهم على انفراد عشان يوجعهم هما الاتنين في الكلام ويعرف منهم الحقيقة. والمحقق كان شاكك ان موت نيكي كان جريمة مدبرة منهم هما الاتنين، علشان كده فضل يسأل فيهم. وقتها المحقق أمر بالقبض على فرانك ووضعه في السجن. لكن بعد فترة يا معلم محامي شاطر بينجح إن يخرجه من السجن لعدم كفاية الأدلة. وفعلا هما الاتنين بيركبوا العربية وكانوا مصدومين جدا من اللي حصل. وهما في الطريق كرة بتلوم فرانك جدا لأنه كان عاوز يحترف عليها. راح فرانك اعتذر ليها وقال لها المحقق اللي فات ما بيننا، وبسبب زعلها فرانك قرر إنه يسيب البيت ويمشي. لكن الشرطة وقتها منعته لحد ما القضية تخلص. بعد كده يا معلم كرة بتشغل المطعم، وفرانك كان زعلان منها ومش راضي يساعدها. ومع مرور الايام بدات تحصل مشاكل ما بينهم، وكرة بدات تلومه ان هو ساعتها وخلصت على جوزها الراجل الطيب اللي كان بيحبها من كل قلبه. بعد كده كرة بتسيبه لوحده وتروح تزور مامتها المريضه علشان تطمن عليها. وقتها لما رجعت فرحت جدا علشان فرانك شغل المطعم لوحده، وواحده واحده بدات تساعده ورجعت العلاقه ما بينهم احسن من الاول. وفي يوم من الايام كرة بتعرف فرانك انها حامل منه، وكانت سعيدة جدا وفرانك مبسوط وهيترمي الفرحة. وساعتها هما الاتنين قرروا يبدأ صفحة جديدة وينسوا اللي حصل ليهم علشان يتجمعوا ويربوا ابنهم اللي جاي. وبسبب كده فرانك بدأ يغير من نفسه ويهتم بيها جدا، ودايما هما الاتنين بيخرجوا ويتفسحوا ويقضوا مع بعض أجمل وقت. وفي يوم من الأيام يا صاحبي كانوا هما الاتنين راجعين من المدينة، وفرانك كان سايق العربية والدنيا معاهم تمام. وكرة وقتها بتعرفه إنها بتحبه جدا وإن هو كل حياتها، وكمان اتأسفت ليه على أسلوبها معاه في الفترة الأخيرة. فجأة مرة واحدة وهم ماشيين بالعربية، عربية كبيرة لوري بتقطع عليهم الطريق، وللأسف وقتها كرة بتقع على الأرض وتموت في الحال. وفرانك كان هيتجنن ومش مصدق نفسه إن حبيبته ضاعت من بين إيديه، وكان حزين جدا عليها عشان كان بيحبها من كل قلبه. وكمان ابنه الصغير مات معاها اللي كان بيحلم بيه من زمان. بعد كده في المشهد الأخير يا معلم الشرطة بتقبض على فرانك بتهمة قتل حبيبته كورة علشان يستولوا على أموالها وثروتها اللي ورثتها من جوزها نيك. ولحد هنا بيخلص الفيلم. يا ريت يا معلم تدوس لايك وشير، واشوفك على خير.